مساء الفل. من 3 سنين جه قدامي كتاب ما كنتش متخيل ابدا ان انا ممكن احبه او استمتع بيه. الكتاب ده وقتها كان عامل ضجه كبيره، والجود ريدز كان بيرشحه لي بعد اي كتاب اقراه، لحد ما زهقت وقررت ان انا اقراه فعلا. والمفاجاه ان الكتاب اصبح من كتبي المفضله على الاطلاق، ومن جماله قررت اقرا باقي اعمال الكاتب واستمتعت بيها وحبيتها جدا. النهارده هكلمكم عن كتاب مهم جدا لفهم الصراعات العالميه اللي بتحصل حوالينا في كل حته. ليه روسيا عايزه تاخد اوكرانيا؟ وليه الهند وباكستان في صراع مستمر؟ وليه الشرق الاوسط منطقه صراعات لا تنتهي؟ وايه دور الجغرافيا والحدود في الكلام ده؟ النهارده هكلمكم عن كتاب سجناء الجغرافيا لتيم مارشال. كتاب سجناء الجغرافيا لتيم مارشال هو كتاب جيوسياسي بيشرح ازاي الجغرافيا ليها دور محوري في تشكيل مصائر الدول، علاقتها بجيرانها وسياساتها الخارجيه. الكتاب بيوضح ازاي ان الحدود الطبيعيه زي الجبال والانهار والصحاري وحتى الحدود البشريه او الصناعيه بتحدد بصوره كبيره خياراتنا السياسيه والاقتصاديه، وبتؤثر تاثير كبير على مصيرنا ومستقبلنا. الكتاب بينقسم ل 10 فصول، كل فصل منهم الكاتب بيتكلم عن منطقه ساخنه سياسيا في العالم، وبيبدا يوضح ازاي ان جغرافيا المنطقه دي هي العامل الاهم في خلق الصراعات أو الفرص في هذه المنطقة. روسيا هي أكبر دولة في العالم من حيث المساحة، وده رغم مميزاته الكتير إلا إن ليه عيوب كتير برضه. المميزات يمكن اختصارها في كون روسيا دولة غير قابلة للاحتلال تقريبا. هتلر ومن قبله نابليون حاولوا يسيطروا عليها وانتهى بيهم الأمر بهزائم مروعة قضت على أحلامهم ومستقبلهم السياسي والعسكري. أما عن العيوب فدي كتير، منها انعدام وجود حواجز طبيعية بين روسيا وأوروبا، وده بيخليها دايما مطمع لدول أخرى زي ما ذكرنا. والعيب التاني هو إن المساحة الشاسعة دي بتخلي مهمة الدفاع عن كل أجزاء روسيا مهمة صعبة جدا. عشان كده دايما روسيا بتحاول تحط بينها وبين الغرب حواجز. اوكرانيا مثلا واحد من الحواجز دي، وبالتالي فكره ان اوكرانيا تنضم للناتو او الاتحاد الاوروبي هي فكره غير مقبوله اطلاقا لروسيا. الصين تحولت في خلال فترة قصيرة جدا لقوة اقتصادية وعسكرية عظمى، لكن للأسف جغرافيتها بتضاعف في مواجهة عدة مشاكل. الأولى هي حدودها مع دول أوضاعها ملتهبة زي روسيا والهند، والتانية اعتمادها الشديد على طرق ملاحية معينة بتخليها ضعيفة أمام القوى البحرية العظمى زي الولايات المتحدة الأمريكية. وأخيرا إن في أكتر من منطقة الصين بتسيطر عليها أو بتحاول تسيطر عليها فيها نزاعات زي تايوان وكشمير وغيرها. في الفصل ده الكاتب بيوضح ازاي ان امريكا حصلت على افضل موقع جغرافي في العالم. اولا محاطه بالمحيطات، وده بيخليها معزوله ومحميه كويس ضد اي حروب. وثانيا انها مليئه بالانهار الصالحه للملاحه، ودي بتخلي التجاره الداخليه سهله، بالاضافه لكونها مليئه بالاراضي الخصبه الصالحه للزراعه. واخيرا كل جيرانها اما حلفاء او دول اضعف منها عسكريا واقتصاديا بصوره لا تمثل اي تهديد زي المكسيك وكندا. أوروبا الغربية بتشمل مجموعة من أقدم الديمقراطيات في العالم. دول كتير منها كان في مرحلة ما قوى عظمى زي إنجلترا وفرنسا وألمانيا وأسبانيا وغيرهم، لكن هذه الدول معظمها بتعاني الآن من مشاكل اقتصادية واجتماعية كتير، رغم التأسيس لكيانات اقتصادية أو سياسية زي الاتحاد الأوروبي أو حلف الناتو اللي بتجمع كثير من الدول الأوروبية دي تحت مظلة واحدة. ما تزال أوروبا فيها الكثير من الانقسامات السياسية والجغرافية اللي دايما بتمنع تكوين وحدة متكاملة الأركان. بالإضافة لكده دول غرب أوروبا متفاوتة جدا في أوضاعها الاقتصادية، من دول مزدهرة اقتصاديا زي ألمانيا والدول الاسكندنافية، ودول أخرى بتعاني اقتصاديا زي اليونان وأسبانيا. افريقيا زي ما كلنا عارفين قاره مليئه بالمشاكل، والمشاكل دي متفرعه ومتشعبه بشكل يجعل من حلها شيء شبه مستحيل. اول هذه المشكلات ان كثير من الدول الافريقيه دي بتخضع لحدود صناعيه خالقه للاستعمار، وهي حدود لا تراعي التنوع الطائفي والعشائري لهذه المجتمعات، وبالتالي بتخلق صراعات لا تنتهي. المشكله الثانيه هي ان افريقيا بتنعم بقليل جدا من الانهار الصالحه للملاحه، بالاضافه لسيطره الصحراء على جزء كبير جدا من القاره، وده بيصعب جدا التجاره الداخليه والتاسيس لبنيه تحتيه جيده. واخيرا افريقيا بتواجه مشكله اخرى وهي عدم سيطرتها على مواردها. كتير من الدول الافريقيه عندها ثروات طبيعيه زي المعادن الثمينه والبترول زي الكونغو مثلا، الا ان السيطره على هذه الموارد بيكون غالبا في ايد الدول الصناعيه الكبرى، وده بيحرم الدول الافريقيه دي من خيرات ارضها وبيحولها لمناطق خصبه للصراعات وبيحكم عليها بالفقر الدائم.
مش مشكلتي ان انا عبقريتي في كتابه السكريبتات مخليه الجمل معقده، انا بحاول ابسطها ليك عشان انت تعرف تشتغل، بس كلام مهم، ده كلام مهم، ما اقدرش ابسط اكتر من كده. خلاص احنا ننزل نسيب الفيديوهات دي ونروح نقعد على المصاطب بقى، ده اقل حاجه. اتكلم في السياسه وكلام جيو سياسي، هي كلمه من اول اصلا من الواحد ذكر كلمه جيو سياسي دي او جيو بوليتكس، خلاص انت المفروض تنبهر، والمشاهدين طبعا هينبهروا ان شاء الله وهيساعدونا بالمشاهدات عشان اللي هيتفرجوا ان شاء الله، يعني ال1000 شخص اللي هيتفرجوا ان شاء الله، ال1000 فيو اللي هنعملهم، شكرا ليك يا عم. احنا خلاص بقى، انا مش فارق معانا بصراحه، انا ورثت خلاص ومش محتاج فلوس اليوتيوب دي، وانا بعمل ده بس عشان انا بحبكم وباقي على العلاقه اللي بيني وبينكم، فيعني لو تقدروا تتفرجوا وتفرجوا الناس تتفرج هنبقى ممتنين جدا يعني، عشان احنا بقالنا كتير منقطعين واليوتيوب بيعاقبنا. اليوتيوب عايزك تقدم محتوى كل يوم، عايز حد فاضي وقاعد يعمل فيديوهات كل يوم ويطلع يعمل ستوريز وريلز، واحنا اصلا ما بنعرفش الريلز دي بتتصور ازاي ولا نعرف الحاجات دي بتتعمل ازاي، احنا على باب الله، احنا يا دوب بنقعد نصور قدام الكاميرا وخلاص. فيعني لو تزقوا معانا كده ربنا هيكرمكم ان شاء الله، ولو مش عايزين برضو تزقوا براحتكم، يعني احنا ما بنجبرش حد على حاجه، انا ما اعرفش يعني، انشروا بقى الكلام كومنتات وشير ولايك وسبسكرايب فيها. عايزين نبقى نقول لهم في النص يبقوا ما ينسوش يعملوا سبسكرايب، قول لهم دلوقتي ما تنسوش تعملوا سبسكرايب يا جماعه. لسه شايف فيديو بيقول لك ازاي تحصل على 1,000,000 مشاهده، من النصائح بتاعته ان انت تقول للناس في نص الفيديو وفي اول الفيديو وفي اخر الفيديو في كل حته في الفيديو يعملوا سبسكرايب ويعملوا شير ولايك والحاجات دي كلها، لان في ناس بتتفرج علينا ما بتبقاش عامله سبسكرايب، فيا ريت يا جماعه تعملوا سبسكرايب، عندنا حاجات حلوه والله. حاسس ان احنا شويه وبنشحت على القناه، ندخل بقى على الشرق الاوسط بقى والكلام بقى ايه اللي يمسنا احنا بقى. الشرق الاوسط زي ما انتم شايفين في حاله مستمره من الصراعات والحروب من قبل حتى ما تحصل الدول العربيه على استقلالها، وده لعده اسباب للاسف. الاول هو الحدود الصناعيه اللي خلقها الاستعمار عن طريق اتفاقيات زي سايكس بيكو واللي قسمت الشرق الاوسط وخلته ارض خصبه لعدم الاستقرار. والتاني هو ثراء المنطقه بالبترول واللي بيزود بصوره كبيره الصراعات والعداوات بين دول ليها مصالح واهتمامات مختلفه في المنطقه زي السعوديه وايران مثلا. واخيرا ان الشرق الاوسط مليء بمضايق وطرق مهمه جدا للتجاره العالميه زي مضيق هرمز واللي بتسيطر عليه ايران وبتهدد باستمرار باغلاقه او تعطيله في حاله الهجوم عليها، وقناه السويس في مصر واللي كلنا شفنا الهلع اللي تسببت فيه هجمات الحوثيين على السفن اللي مر منها، لان حاشا لله طبعا ان التجاره العالميه تقف، انما عشرات الالاف من الناس يموتوا في غزه عادي مفيش اي مشاكل. من اول لحظه الانقسام اللي نتجت عن الهند وباكستان والدولتين محكومتين بالصراع، والمستعمر الانجليزي من البدايه وهو عارف ده كويس وساعد انه يضع باكستان في موضع ضعف امام الهند. اهم مسببات الصراع زي ما كلنا عارفين هو اقليم كشمير، واللي بتتصارع عليه 3 دول هي الهند وباكستان والصين، وكل واحده منهم ليها مصالحها الاقتصاديه والجغرافيه. وطبعا كون ان ال3 دول 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 نوويه، وكون ان الهند حاليا بيحكمها نظام عنصري معادي للاسلام، فده بيخلي احتماليه الصراع دايما موجوده. مشكله جغرافيه اخرى ليها دور اساسي في الصراع ده هو ان مصادر الانهار اللي بتغذي باكستان جايه من الهند، ورغم المعاهدات اللي بتنظم وبتسمح لباكستان بالحصول على نصيبها من هذه الانهار، الا ان الهند في ايدها سلاح استراتيجي قوي تقدر تستخدمه في اي لحظه، وبالفعل استخدموه مؤخرا في الصراع اللي حصل من اسابيع قليله لما علقت الهند معاهده نهر السند اللي بتنظم توزيع مياه النهر وروافده. كوريا منقسمة عند خط العرض 38 إلى كوريا الشمالية واللي بيحكمها نظام عسكري شيوعي ونووي، وكوريا الجنوبية اللي بيحكمها نظام ديمقراطي رأسمالي. الأولى بتملك واحد من أقوى الجيوش في العالم، والثانية هي دولة رفاه يتمتع سكانها بأعلى مستويات المعيشة، والاثنين بينهم عداوة أيديولوجية تعود لسنوات الحرب العالمية الثانية وما بعدها. اليابان قصة ثانية، أولا رغم كونها دولة تخلت منذ عقود طويلة عن طموحاتها الاستعمارية، إلا أن الجغرافيا بتحطها دايما في موضع ضعف، وده لأنها جزيرة معزولة، وثانيا لانها رغم كونها دوله صناعيه الا انها دوله بتفتقر للمصادر والثروات الطبيعيه، وده بيخليها معتمده بشده على الواردات. واخيرا وهو ان جارتها الصين، ولمن لا يعرف فالصين واليابان بينهم عداوه تاريخيه تعود لايام الحرب العالميه الثانيه وما قبلها، والمذابح اللي ارتكبها اليابانيين في حق الصين، وده بيخلي اليابان تحت رحمه الحمايه العسكريه الامريكيه وواحد من اهم حلفائها في المنطقه، وده طبعا بيؤجج الصراع ما بين اليابان والصين اللي هي العدو اللدود لامريكا حاليا.
يمكن تلخيص الوضع السياسي في امريكا اللاتينيه في القرن ده والقرن اللي فات بجمله قالها احد رؤساء المكسيك لما كان بيوصف اللعنه اللي اتفرضت على امريكا اللاتينيه عموما وعلى المكسيك خصوصا، لما قال قريبون من امريكا بعيدون عن الرب. احنا لازقين في امريكا، هو في المكسيك. لعنه امريكا اللاتينيه عموما وامريكا الجنوبيه ان هي موجوده جنب المكسيك، دي لعنه كبيره قوي. ليه؟ لان ايام الحرب البارده دي كانت الحته المفضله عند روسيا والاتحاد السوفيتي انها تساعد الثورات فيها وتساعد ان يطلع في الدول نظام شيوعي وحاجات زي كده. امريكا قاعده بتبانيك وعندها بارانويا من ناحيه الانظمه الشيوعيه اللي على الحدود معاها دي، فتبدا تنظم انقلابات وتبدا تعمل حروب وحاجات زي كده في امريكا اللاتينيه، فتقلب الدول دي راسا على عقب وتخليها دول فوضى. الدول دي اتعكت في القصه دي عشرات السنين. في كتب بتحكي جرائم في امريكا الجنوبيه، بنما وتشيلي فهم حظهم السيء ان هم قاعدين جنب امريكا، قريبون من امريكا. الراجل يقصد ان هم بعيدين عن الرب، يعني الناس بعدت عن الدين. يعني كون امريكا الجنوبيه على الحدود مع الولايات المتحده لعنه كبيره تتمثل في ان امريكا اللاتينيه تحولت الى ارض خصبه لصراعات المصالح والشركات الامريكيه الكبيره وللعداوه بين الراسماليه والشيوعيه، انقلابات واوضاع اقتصاديه وسياسيه غير مستقره وفقر وجهل للاسف مستمر في الدول اللاتينيه حتى الان بسبب هذا القرب الشديد من الولايات المتحده الامريكيه. لكن في تحديين تانيين امام دول امريكا الجنوبيه. الاول هو الحدود الطبيعيه اللي بتمنع ازدهار التجاره زي جبال الانديز واللي بتعد اطول سلسله جبال في العالم، والغابات المطيره زي غابات الامازون اللي بتحد من التوسع الاقتصادي لدول زي البرازيل. يعني مش بس محطوطين جنب امريكا، لا عندهم حدود طبيعيه كمان منع ان هم يزدهروا ويبقى عندهم اقتصاد قوي. يعني ما كنتوش متوقعين ان القطب الشمالي هيكون مسرح لصراعات عسكريه وسياسيه واقتصاديه، صح؟ مفاجأة، البشر أينما ذهبوا خلقوا الصراعات وبدأوا في قتل بعضهم البعض حتى في القطب الشمالي. لكن المفاجئ بقى إن الصراعات على القطب الشمالي ليها أسباب منطقية. بسبب التغير المناخي القارة القطبية الشمالية بدأت في الذوبان، وبسبب هذا الذوبان أصبحت هذه القارة مفيدة جدا لسببين. الأول هو فتح طرق جديدة للملاحة، وأكيد الدول الكبيرة عايزة تسيطر على هذه الطرق. والتاني هو إن القارة الشمالية هي منطقة لم تستغل بعد، واحتمالية وجود ثروات طبيعية فيها زي البترول والمعادن احتمالية كبيرة. وانتوا عارفين طبعا اللي الدول الكبيرة بتعمله لما بتشم ريحة ثروات ومصادر طبيعية. في النهاية عايز اقول ان كتاب سجناء الجغرافيا كتاب مذهل وممتع، وانا استفدت جدا من قراءته وبقى عندي اهتمام اقرا اكتر عن المناطق اللي الكتاب ده بيتكلم عنها، واعتقد انه هيعجبكم كمان. عايز بس اقول ان انا قرات الكتاب باللغة الانجليزية، لكن انا عارف ان هو اترجم للغة العربية، بس الحقيقة ما عنديش اي فكرة عن مدى جودة الترجمة، فيا ريت اللي قرأ الكتاب باللغة العربية او مترجم للغة العربية يقول لنا رأيه. بكده نكون خلصنا حلقة النهاردة، اتمنى انها تكون عجبتكم. ما تنسوش اللايك والشير، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للتشانل عشان تشوفوا الحلقات اول ما تنزل. انا محمد شادي بتاع الكتب. سلام.